من فضلك لأن عندي فقط دقيقتين. تفضل. السلام عليكم. أولا أحيي السيد سيد محمد الموسوي، وأنا اسمي بنت الهدى من المغرب، من شمال المغرب. وأقول للشيخ عثمان الخميس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. والله كانت أمنية حياتي أن أتكلم معكم في يوم من الأيام، وأشكركم شكرا جزيلا لا حدود له على هدايتي إلى الطريق السوي، طريق الحق والهداية والنور، وإنقاذي من الضلال والظلام. فبفضل كتبكم يا شيخ العثمان الخميس، وخاصة الكتب التي تريد أن تفضح فيها التيجاني، أنرت بصري وبصيرتي. فعبر كتبك تعرفت على مظلومية أهل البيت المعصومين عليهم السلام، ورأيت كيف تلاعب أمثالك بالإسلام وانتهكوا حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف قللوا من شأن أهل البيت الكرام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فأنا كنت من أهل السنة والجماعة، وضيعت سنون من عمري، 20 سنة من عمري بسبب أمثالكم، وبسبب من يحاول أن يطفئ نور الله. الله متم نوره ولو كرهتم. وقد هداني الله سبحانه وتعالى إلى طريق الحق، طريق النور، طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الكرام. فقد شيعتني أكاذيبك يا عثمان الخميس، شيعتني أكاذيب الوهابية، شيعتموني وأشكركم على هذا. وأريد أن أعقد بسرعة على الأخ الذي كان يتكلم من قبلي، يتكلم عن الوحدانية. الله 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 عن موضوع التوحيد يا أخي. أقول لك من بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجر. فمن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لديه يدان وله أعين وينزل على بغل يوم الخميس؟ هل هذه هي الوحدانية التي تتكلمون عنها؟ والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ليس كمثله شيء. صدق الله العظيم يا بنت الهدى، زدتك حوالي 20 ثانية فوق الدقيقتين، وأنا باخر الأخ أبو حسين والأخ علي كلهم منطلعين على الخط. لا فأنا أشكرك يا بنت الهدى، قلتي كلامك وطلبك وما قاطعناك، ورسالتك للشيخ عثمان